حقيقة منافسة نادي بلجيكي لنادي الزمالك على صفقة طارق حامد الجديد. نفت تقارير إعلامية صادرة اليوم ما تردد عن تواجد عرض من نادي سيركل بروج البلجيكي للتعاقد مع اللاعب محمد شحاتة لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي. يأتي هذا عقب تألق محمد شحاتة مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة الأخيرة، حيث تميز محمد شحاتة بشكل واضح في خط وسط المنتخب الأولمبي حتى وصفه البعض بطارق حامد الجديد. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب دخل إلى اهتمامات نادي الزمالك الفترة الأخيرة من أجل تدعيم خط الوسط خلال الموسم القادم. تلك التقارير الإعلامية أكدت أن النادي البلجيكي غير مهتم بالحصول على خدمات اللاعب يقوم بتقديم أي عروض حتى الآن. اللاعب من المنتظر أن يشارك مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس العام القادم، ويعتبر اللاعب من أبرز لاعبي خط الوسط خلال الفترة الأخيرة، ويعتبره الكثير مستقبل لهذا المركز في مصر.